السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جمعة مباركة. اذا اخوتي، فالدكتور رشيد العمارتي خرج كيوضح هذا الصباح بانه تاجل موعد الندوة الدولية اللي غادي يديرها هو. فالموعد ديالها ان شاء الله كيقول على انه الاثنين مع 11 بتوقيت المغرب. اذا احنا خوتي مازالين كنتسناو الدكتور والحقائق اللي غيفجرها واللي غيبينها للعالم. فاحنا خوتي مازالين متواصلين معاه، مازالين كنتسناوه باش نشوفوا هاد المعطيات وهاد الحقائق اللي باغي يدلي بها. يعني هاد الاخ مشكور على هاد الفضح ديالو لهاد الفساد. فكنتمناو اخوتي باش يتحقق العدل ويوصل صوتنا، يعني المسؤول على هاد الحساب ياخذ الجزاء ديالو بحال المتهمين الاخرين او الاطراف المعنيين الاخرين اللي شفناهم حتى هما كذلك خداو يعني النصيب ديالهم من العقاب. لان خوتي صافي عيينا، صافي طال الانتظار، بغينا المسؤول ياخذ الجزاء ديالو باش هكا نرتاحوا ويتسدد الملف في خطره. لانه كل ما مازال هو يعني كيتفتح، كل ما الناس اللي تضروا من هذا الحساب مازالين كيتفكروا شنو وقع ليهم. هل اللي يعني تسبب لهم في الوفاه، هل اللي تسبب لهم في مشاكل هكا شخصيه. اذا اخوتي نخليكم مع واحد المقطع صوتي للدكتور رشيد العمارتي كيوضح فيه علاش ما دارش اليوم هذاك الندوه الدوليه واجلها حتى الاثنين ان شاء الله. صباح الخير، جمعة مباركة على أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك سيدنا محمد السادس، تاج الأمة المغربية وواسطة عقدها وطراز ملكها، سيد البلاد والعباد. اللهم اكفيه ما أهمه، اللهم اشفيه وعافيه ورد عليه كامل الصحة ودوام العافية. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم. أعطيتكم موعد رغم أنني اليوم الجمعة المباركة، رغم أنني أشرت لكم أمس في مرتين أنه نظرا لعوامل أخرت، أن نكون مضطر نأخر الندوة الصحفية واللي أنا حاضر فيها واجد. الدنيا هانية كيف تنقولوا بالدارجة، إلا أنه في عوامل تضطرني إلى عقدها يوم الاثنين على الساعة 11 بتوقيت GMT، بتوقيت حتى توقيت المغرب بإذن الله. فهذه نوضح لكم أشياء يعني صغيرة، وأنا لما كنقول شي كلمة كنوفى بها. فهذوك الناس ديال لك الخزعبلات، الأجندة ديال دنيا بطمة وغيرها وغيرهم والسياسيين وغيرهم واللي مخبعين واللي خايفين واللي داكشي كله، أنا هذه نرد عليكم بكلمة واحدة باش نقول لكم أنني أنا ماشي وكيل وكلاء الملك. أنا دكتور صحفي القانون، كنت أستاذ جامعي في الخليج وفي غرب إفريقيا، وكلفت بمهام دبلوماسية وغيرها ما دونهاش حتى رؤساء الحكومات ديالنا أبدا. الموضوع ديال هذه الشائك واللي هو الآن رأي وطني ودولي، ماشي من الآن، من هذه أكثر من سنتين ديال البطمة العقمة. نعم، لأنها تستحق أكثر من هذا الشيء، لأنها ما زال مفرعنة، ولأنها مست بخصوصية وحياة وجنس وكثير من الأشياء اللي كتمس المواطنات والمواطنين والشخصيات، ولا زالت إلى الآن كتعنتز وكتقول أن عندي وعندي 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 وعندي. هذا لا يهمنا. أنا أحسنت إليها بالخير فقط في الخليج، وما كنتش تنظن أنها هذه تكون غير معترفة بهذا الشيء. ماشي لي أنا، للناس، العدد الناس كتار، ولا سيما باش ما ندخلوش في خصوصيات ديالها. حتى الزوج ديالها ما كنظنش دار معها، رغم ما حصل بيناتهم